انت اتكلمت ان بنفيكا وبورتو وسبورتنج كان اهلي وزمالك وكده زي بالظبط. هناك. انت بتشجع الاهلي ولا الزمالك؟ لا انا بشجع الاثنين. يا عم اخلص بقى. لا بشجع الاثنين والله، بشجع الاثنين عشان كده. اه يعني الحمد لله انت الاثنين محبوب بيحبوني. من الكل، انت يعني محبوب من الكل. انا كان الاهلي، كان على فكره كنت رايح النادي الاهلي، كنت رايح نادي الزمالك، وكان في مساعدات كتير قوي، كنت خلاص يعني اه من خلال النادي الاهلي احترفت يعني انت بره. بتشجع الاثنين؟ انا اول ما اشوف واحد يقول بيشجع الاثنين. ما يعني انا مثلا ممكن اقول انا ميولي او بحب الاهلي. اه انت في انما الاثنين. بحبهم الاثنين. ليه بقى؟ ما اصحابي هو ما كان، هو ما اقول ما لك، ما هو ما انا سيبك من اقول. انك انت بتحب الاثنين، اه بتشجع ما انا مين اقول لك، يعني؟ اقول لك اه اللي حصل بقى ايه. ساعتها انا رحت اختبارات وانا صغير، وانا ناشئين، رحت اختبارات النادي الاهلي. ايوه يعني كنت نفسي عايز اروح النادي الاهلي. ايوه. رحت النادي الاهلي اختبارات، كان الكابتن مختار. امم رحت طلعت في الشهور، كان نظام الاختبارات نظام شهر 10 يلعب سن كذا ايوه فاكر ايوه، انت فاهم فاهم فاهم. رحت انا مش ما كنتش حافظ شهر كام. كان 9 لا وقتها. راح طلعت كبير عنهم. المفروض انا طلعت 6. اه المفروض 6 العب مع السن الاكبر شويه، ايوه وانا ايوه كنت رفيع جدا. ايوه راح مشوني من النادي الاهلي، ايوه. زعلت جدا واخدتها عياط وبتاع الحاجات دي كلها. رحت نادي الزمالك، لقيت ايه، راح كنت انا ساعتها في المدرسه معايا اسامه نبيه. راح صح. وداني عند الكابتن حلمي طلال. قال لي ايه ده يعني؟ الكابتن لسه قال له ايه ده قاعد، ايه ده هيلعب الكوره ازاي ده، هيطموه وبتاع. قال لا كان يعني عندك انت السمانه دي كانت على انا بقول لك مش كده. لقيت الاهلي والزمالك بالنسبه لي اصلا يعني انا بحبهم.